هدخل الحاجه بقى اللي على الارض ديت، وبعد كده هرش كده، هبخ بالبتاع دي كده على السلم واطهر مكان الارض ومكان السلم. اي واحده جوزها جاي من بره تعمل الحركات دي والعمايل دي، مش ناقصين كورونا. يا صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا. بقالي فترة متغيبة عنكم، وده لاني كان عندي دور برد، يعني مش حشت عنكم الا الشديد القوي. كنت تعبانة جدا ونايمة في السرير، مش بقوم الصراحة بتحرك. وكمان ختمت ان هي طلع عندي مزق عضلي في الرقبة، عندي فقرات العنق، وكمان تعب في الظهر، فده كان مخليني ان انا مريحة خالص في السرير ومش بقوم بعمل اي حاجة. المهم النهارده بقى الفيديو بتاعنا النهارده روتيني كده. النهارده روتين كده سريع. اول حاجه ده بدات ان انا احضر الفطار، زي ما انتم شايفين كنت عامله فول وبطاطس، وهعمل هنا لانشون على بيض. فقطعت كده اللانشون قطع ونزلت عليه بعد كده بالبيض. جربوا اللانشون على البيض، بيبقى طعمه تحفه بجد. بعد كده بقى ضفت الملح وهقلبه كويس جدا. يعني الفترة اللي أنا كنت تعبانة فيها الصراحة ما كنتش بقدر أقوم أعمل الأكل لولادي حتى، يعني غير في أضيق الحدود. فالحمد لله على نعمة الصحة، يا رب يديمها نعمة علينا ويقوينا إن احنا نقوم كده ونشوف حالنا وحال بيتنا وعيالنا. هنا بقى كمان هعمل الاختراع الهايل ده اللي أنا بسميه وقت الزنقات بيفك عليكي أزمة، حلوة جدا. حاجه زي جبنه كازابلانكا، جبنه سلطه. هي كده بتحطي فيها انواع جبن اللي انت بتحبيها. انا حاطه هنا جبنه قديمه وجبنه قريش وجبنه كريمي، وبزود فيها كده باللبن عشان انا عايزاها خفيفه جدا وتبقى مش يعني مش قوامها سميك معايا، يبقى خفيف. وضفت خل وكمان معلقتين طحينه، وبزود الليمون. انا عملتها معاكم قبل كده على القناة برضو، هسيب لكم الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف او في اخر الفيديو. ومقطعه بقى هنا لانشون، انت ممكن تحطي قطع هوت دوج، اي حاجة انت حابة تحطيها. وخضار بقى اللي انت تحبيه، انا هنا بشرة جزر وحاطة فلفل وطماطم. ممكن طبعا تحطي بواقي الجبن الناشفة اللي عندك، جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة فلامنك، اي حاجة عندك ما يعني ايه ناشفة ومش بتتاكل قوي، هتنفع قوي في الوجبة دي. كده الفطار بتاعنا خلص اهو زي ما انتم شايفين. الفول ده اللي انا كنت جايباه من فارم بوكس، نظرا لان ما كناش بنعرف ننزل كتير، فاستخدمت اللي انا كنت عيناه رمضان. الصراحة يا بنات هايل، طعمه تحفة، والحباية كده بتدوب معاكي في البق. وكمان حطيت جبنة رومي وعليه كده زيتون على الوش، وعملت جبنة قريش. فطار كده خفيف بسيط. ودي برضو المربى اللي كنت جايباها من فارما بوكس، حلوة برضو. تحسيها ان هي طعم اللي هي المربى البيتي كده، لزجة شوية في النزول ومسكرة، يعني كأنها مربى بيتي، وده نظرا لأنها خالية من المواد الحافظة فطعمها حلو. وقشطة والجبنة اللي عملتها معاكم اهيت. حطيت بس على الوش كده شوية زيت، طعمها حلو جدا. وكمان البطاطس المحمرة، وبقى شوية حاجات بقى فيتامينات كده اللي هي لازم الخضار يوميا. فمقطعة كده خيار، ومقطعة كمان طماطم. عندك طرنشات فلفل كده حطيها برضو. عملت بقى، قلت اما اعمل حاجه حلوه الولاد ياكلوها وناكلها كده بالليل كده. علشان انا بقالي فتره زي ما قلت لكم يعني بعمل لهم الاكل في اضيق الحدود، فقلت بقى افرحهم واعمل لهم حاجه حلوه. فهنا سيحت كريم كراميل، عشان سيحت سكر مش كريم كراميل، سيحت سكر علشان اعمل كريم كراميل. فدول كده انا عامله مقدار مقدارين يعني. حاطه كوبايه ونص سكر. وهبدا ان انا اعمل بقى كامل بقيه الكريم كراميل. فمعايا هنا 12 بيضه. كل كيلو لبن بياخد من 6 ل 8 بيضات حسب حجم البيض. فانا حاطه هنا هعمل ب2 كيلو لبن، هعمل كده مقدارين. دول 12 بيضه. وحط عليهم كوبايه ونص من السكر، مش بحبه مسكر قوي، لو انت بتحبيه اكتر زودي، وكمان فانيليا. وده الخليط بتاعي كده بعد ما امتزج البيض على السكر على الفانيليا. طبعا المفروض ازود عليهم اللبن، بس عشان زي ما انتم شايفين الخلاط على الاخر مش مستحمل ان انا ازود لبن، هيوقع ويبهدل الدنيا. فبحط الخليط بتاع البيض والسكر على اللبن بالشكل ده، وبقلبه يدوي بمضرب يدوي بس كده وخلاص. بيديكي طعم حلو جدا وتحفة في النهاية. غير اللي هو بتاع الخفق يعني في الخلاط. كمان انا بسيب اللبن بقشطته، ده بيديله طعم حلو ودسامه حلوه للكريم كراميل بتاعنا. صبيته كده في شفشق، وبدات ان انا احط عندي في طواجن. جربوا الطواجن في الكريم كراميل تحفه وملهاش حل. كانك بتاكلي حاجه كده كريمي والله، حاجه فظيعه جدا.
فجربوها وعلى ضمانتي ومش هتندموا، وبعد كده مش هتعملوا الكريم كراميل الا في الطواجن الفخار. هنا انا حطيت اللي هو في الطواجن الفخار اللي عندي، وحطيت الباقي في صينيه كده ألمونيا. وزي ما انتم شايفين زودت ميه، والميه فيها خل عشان ما يسودش اللي هي الحاجه الألمونيا اللي انا عامله فيها. حطيته في الفرن في الرف الوسطاني، وفي اخر 5 دقايق زي ما انتم شايفين كده شغلت الوش عليه من فوق، بيديله وش كده وطعم حلو كده وقشره حلوه، بتبقى طعمها تحفه. فبجد يعني جربوه بالطريقه بتاعتي اللي انا بعملها، بجد هتاكلوا احلى كريم كراميل في حياتكم. خلاص بقى كده دخلت قلت اعمل بقى ان انا ابدا اعمل الغدا النهارده. قلت بقى اعمل لهم مكرونه بشاميل. وبما ان جوزي مشترك على جروب كيرش كيبرز، فيعني كان كل كام يوم كده يعمل لي منشن بعد الحظر، ما شاء الله ما شاء الله عليه، تقريبا يوميا بيعمل لي بالخمس ست منشنات. ف... فانا قلت اما اعمل لهم كده حاجه حلوه، مكرونه بالبشاميل. وهو اقترح عليا فيها اقتراحات، هتعرفوا الاقتراحات اللي اقترح عليا فيها. سبحان الله سبحان الله يعني. كان قبل كده هقول لكم انا بعمل ايه الاول وبعد كده اكمل لكم. انا حطينا ميه تغلي علشان اعمل فيها المكرونه، ولسه احط زيت وملح. وهنا بقى معايا اللبن. انا بعمل البشاميل على البارد. زي ما انتم شايفين كده غليت اللبن ونزلت عليه بالدقيق. بحط تقريبا على كل كيلو لبن 4 معالق دقيق. ومعلقه جبنه كريمي بتعلي الطعم وبتدي تست حلو جدا. طبعا يعني ممكن تحطي جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اي حاجه تحبي تزوديها تضيفيها. بحط كل اللي بزوده عليه بالبهارات اللي بحطها، ملح وفلفل. والصراحه اللي كانت بتديها طعم حلو جدا اللي هي مرقه الدجاج. بس للاسف انا سمعت دكتور ان بيقول ان مرقه الدجاج بتقلل المناعه، واحنا الفتره دي محتاجين ان احنا مناعتنا تزيد مش مناعتنا تقل. فانا الصراحه وقفت ان انا استخدام المرقه مؤقتا لحد ما نشوف الوضع هيوصل لايه وهنوصل لفين، ويا رب يعدي الغمه دي والازمه دي علينا على خير. السمك اللي هو البشاميل اللي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بدأت ان انا انزل بالمكرونه باكياس المكرونه بتاعتي كده علشان اسلقها. وهنا بقى بحط الجزء من البشاميل اللي انا عملته على المكرونه، بتخليها كده حلوه كده وطريه معاكي ساعه الاكل اهو زي ما انتم شايفين، وبقلبها كويس. واقتراحات جوزي بقى ان انا احط فيها جبنه موتزاريلا كده وجبنه رومي. يعني زي ما انا بقول لكم كده يعني سبحان الله. قبل كده كان ممكن اساله ناكل ايه بكره ولا حاجه، يقول لي اي حاجه. دلوقتي ما شاء الله من بعد الحظ الاقتراحات شغاله ما شاء الله الله ينور. يعني كل يوم بكذا اكله وكذا صنف يتعمل. ف يعني حاسين اللي هو في مشهد مسلسل زلزال لما كان ماجد المصري بيقول اللي هو محمد حربي اللي هو محمد رمضان، بيقولوا لا طموح قوي يا محمد وكمان عندك مقترحات. فما شاء الله المقترحات دلوقتي عادت ما شاء الله كتيره. فمن ضمن مقترحات ان انا كمان احط قطع بسطرمه كده في وسط كده المكرونه البشاميل. فزي ما انتم شايفين كده انا حطيت اللي هي اللحمه المفرومه بتاعتي معصجاها بالبصل والثوم، واحيانا ما بحطش ثوم بالبصل بس، وبحط عليها بهارات ملح وفلفل ومعلقتين صلصه. يعني بخلي فيها صلصه علشان انا بحب اللي هي تبقى فيها طماطم شويه كده اهو. زي ما انتم شايفين ده بقى كده بقى شكلها حلو جدا. البشاميل اللي مغطيها من فوق ومن تحت وحاطه كميه كويسه جدا من اللحمه المفرومه. انا مش هعمل معاها اي حاجه لانها هي مليانه لحمه مفرومه، فمش هزودها اي حاجه. بعد كده بقى قلت اما اعمل الفيتامين سي بتاع الولاد. وطبعا البرتقال بقى عندنا شيء اساسي. فهنا برتقال بلدي بجيبه وبغسله كده كويس وبحط عليه خل اهو. ده شكله بعد ما عصرته. انا طبعا ما رضيتش اجيب لكم بقى وانا بعصره، لان انا عشان ما تزهقوش مني، لان ما يبقاش مكرره كتير في الفيديوهات ورا بعضها كده. فجبت لكم بعد ما انا خلصت شكله. طبعا الفيتامين سي مهم زي ما قلنا عشان يزود المناعه. وصينيه المكرونه البشاميل اللي بتاعتنا طلعت من الفرن، شايفين شكلها تتاكل اكل كده حاجه كده تحفه. انا الصراحه من عشاق البشاميل، بحب اي حاجه بالبشاميل. يعني لو اطول اكل كل يوم حاجه فيها بشاميل تمام. عملت معاها هنا زيتون، ومعايا هنا ما كانش عندي بقى خضاري وفاكهتي كل حاجه خلصت، وانا قلت لجوزي يجيب لي، فكانش عندي غير طماطمتين او طماطميه تقريبا وخيارتين وقرنين فلفل، فعملت بيهم السلطه كده. طبعا احنا قلنا السلطه مهمه جدا، حاجه فيتامينات ومعادن كده لازمنا اليومين دول عشان نزود مناعتنا بيها. فاحنا بناخد الحاجات الطبيعيه برضو، ولو في حاجات مكملات من الدواء بناخدها.
شايفين بقى قطعة المكرونة البشاميل حاجة كده تحفة 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 تحفة. انا جبت لكم كده قطع علشان تشوفوا شكلها كده ومن جوه برضو، يعني عايزة اوريكم. ده قطعة البسطرمة، انا بحبها الصراحة حمرا المكرونة، وجوزي بيحبها بيضة. بس انا بزود الصلصة شوية علشان يعني ايه اخليها حمرا، تبقى حمرا كدابة كده، يعني زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا بقى مليانة من جوه لحمة. انا زي ما قلت لكم ما عملتش حاجة لان هي مليانة لحمة، فمش عايزين نبقى مقفورين في قعدتنا دي تبقى مقفورة. لا ده كنت مفتاح كده فاهمني ليه؟ عندك انا رشك الاول، ارفع ايدك شويه برفانات كده اهو، تعقيم اللي انت جايبه. اقلع الجزمه بتاعتك، اقلع الجزمه بتاعتك لو سمحت. المفتاح اللي في ايدك ياخد له كمان تعقيمه. لا 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 ده مش هتنفع، استنى دي اللي هتنفع معاك يا دوبك. ارشك بيها رشه علشان نضمن ان انت ايه كده كده تكون خلصت، وكده كمان الهدوم اللي عليك خلصت. الله يرحمها يا رب. انا بقى هرش تحت ما انت تحمل، وتفضل يلا خش على الحمام على طول وتغسل ايدك. ادخل الحاجه بقى اللي على الارض ديت، وبعد كده هرش كده، ابخ بالبتاع دي كده على السلم واطهر مكان الارض ومكان السلم. اي واحده جوزها جاي من بره تعمل الحركات دي والعمايل دي، مش ناقصين كورونا. دخلت الحاجات اللي جوزي جايبها بقى جوه الخضار والفاكهة. جايب لي كده تفاح، وكمان جاب حاجات برضو من البقالة، جاب لي جبنة رومي. والصراحة انا ما طلبتش لا ترمس ولا حمص، هو لقيته كده من نفسه اللي جايب ترمس والحمص، لزوم بقى القعدة والحظر والأنتخة. وفاكهة بقى موز، عندي ولادي برضو بيحبوا الموز، احنا كائن موزي على الآخر، بنحب الموز. وجايب لهم بقى شوية كيسة كده، انا بكتشف معاكم نشوف جايب لنا ايه. فجايب كيسة كده للولاد فيها شوية بسكوتات وبيك رولز وحاجات من دي. وكمان جايب طماطم، الكيسة دي بقى فيها طماطم. انا طبعا معرفش الاسعار قوي يعني. وجايب اناناس. وجايبين كمان بطاطس. البطاطس اللي عندي للاسف اللي انا جبتها وخزنتها طلعت من اللي هي بتاعه الطبيخ وبتاعه الاكل، فبضطر اشتري بقى بطاطس للتحمير كده، كل ما بتخلص بشتري. وكمان البصل اللي انا عارفه سعره كان الكيلو فيه ب5، فدول 2 كيلو ب10. وبرده التوم الابيض كان الكيلو فيه ب5، 2 كيلو ب10. والكيسه بقى دي فيها تشكيله كده من البتنجان والفلفل والخيار. كمان كده معاها قرن ولا قرنين من اللي هم الشطة. والخيار بقى في أحجام، في اللي هو الحجم الصغير، الحجم الصغير ده يبقى حلو قوي في التخليل، وفي الحجم اللي هو الكبير العادي يعني. فأنا الصراحة كنت محتاجة، وشطبنا خلاص خضار وفاكهة، فدي الحاجات اللي أنا محتاجاها، فبجيب على قد ما بتخلص بجيب تاني. بدأت إن أنا أعقم بقى الحاجات دي علشان نخلص من الحاجات الوساوس اللي عندنا. حطيت هنا خل وحطيت كل الحاجات اللي هي في كيسة واحدة كده مع بعضها، وبرضو زودت عليهم الطماطم. وكمان حطيت بقى اللي هي الفاكهة مع بعضها، اللي هي البرتقال. زي ما قلت لكم احنا ما بقناش خلاص نستغنى عن البرتقال البلدي، بنعمله عصير. وكمان التفاح برضو كده ياخد لهم كده تنظيفة. وحطيت طلعت الموز على كده صينية، مش عارفة الصراحة، ما كنتش عارفة انضفه ازاي. ومعايا هنا برضو الاكياس اللي هي فيها الترمس والحمص. هرش برضو عليها بمية بخل كده، بمسحها بمية بخل. وهنا برضو هو الاناناس حطيته في كيسة، وبرضو همسحه برضو بمية وخل. فمعايا هنا برضو دي البخاخة اللي فيها المية والكلور، هنضف بقى اشيل الحاجات دي ونضف تحتها كده وامسحها. وندخل بقى على الحلو بعد ما خلص وكمل وسع كده وخد راحته كده في التلاجة. اهو زي ما انتوا شايفين، انا هدوقه كده معاكم واوريكم. طاجن ولا طواجن الملكي، حاجة كده والله رهيبة. شايفين شكله هو بيلظ كده وبيتحرك كده يمين وشمال. ده انا هوريكم الصراحة من جوه دلوقتي. يعني هتقوموا تعملوا كريم كراميل حالا، يعني قومي تشجعي كده واعملي كريم كراميل. يعني بمناسبة الحظر بقى ومناسبة القعدة، وحاجة حلوة كده ليكي ولجوزك والولاد. هينبسطوا بيها جدا وهيحبوها. يعني أنا عندي الولاد يعني بالذات ياسين ابني بيحبها جدا وحبها جدا. فاحنا قلنا كده نبدأ بقى سهرتنا بالليل. زي ما انتوا شايفين من جوه كريمي جدا، ويعني والسكر بتاعها حاجة كده يعني
رهيبة. انا ده السكر مقداري ده زي ما قلت لكم كده، للي مش بيحبوا، اللي بيحبوا سكره معقول، اللي بيحبوا سكره عالي بيزود السكر، بس هو كده سكره مظبوط جدا. فدي كده اول حاجة كده في السهرة هناخدها بقى. بس قلت اما اوريكم الاول شكلها من جوه، بغريكم بعمل لكم اغراءات. طبعا ما فيش بيت فيك يا مصر، او غالبا يعني في العالم كله، وغالبا يعني الدول العربية ما بيخلاش من الفشار وكيكة بمناسبة الحظر. فعملنا كده فشار عشان السهرة. هنا بقى جوزي حب ان هو ان احنا نتفرج. قلت له تعال نروح بقى ناخد الفشار وناخد الكريم كراميل، ونقعد احنا نتفرج على حاجة كده على التلفزيون. فللأسف دي ضريبة الحظر وضريبة القعدة في البيت زي ما انتوا شايفين كده. يعني احنا عايزين نقعد نقضي بقى سهرة لطيفة، نجيب فيلم حلو نتفرج عليه. يعني اللحظة دي ما بتحصلش الصراحة كتير، يعني احنا مش من هواة التلفزيون قوي، بس بما اننا قاعدين بقى وانكتب علينا ان احنا نقعد ونتفرج، فيعني جاب لنا الحاجات دي. والحمد لله اخيرا كده جبنا فيلم حلو كده لفان ديزل. قلنا بقى نتفرج عليه وناكل معاه الحاجات اللي احنا عملناها معاكم دي. فكده اكون وصلت معاكم لنهاية اليوم بتاعي النهاردة ونهاية. السلام عليكم.